سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايبه لكم بارت 2 من ازاي تكونوا فيتيوبر، والنهارده هنعرف ازاي نحط شخصيه في برنامج فيتيوبر استوديو، وكمان ازاي نحركها ونظبط الحركات بتاعتها. وطبعا انا كنت قايله اني هختفي فتره، ولكن بما اني وعدتكم اني هنزل بارت 2 اول ما الاولاني يوصل 100 لايك، وكمان اننا وصلنا 1000 مشترك، فبنزل لكم الفيديو ده هديه ليكم. بعدها هرجع للقوقعه بتاعتي تاني. وكمان شكرا لكم جدا على كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني اني ارجع بسرعه، لكن دي حاجه مش بايدي، انا مضطره اختفي فتره، فانا بس محتاجه دعواتكم. ويلا بينا على الفيديو علشان ما اطولش عليكم. معلش المونتاج مش هيكون قد كده لاني بعمل بسرعه، وكمان الفيديو هيكون طويل شويه، ده لاني جمعت لكم كل الطرق، وباذن الله مش هطلع من الفيديو ده غير وانتم عارفين ازاي تحطوا شخصيه في البرنامج. ودلوقتي المفروض نكونوا منزلين برنامج فيتيوبر ستوديو، وهننزل النهارده برنامج اسمه ZA Archiver، هنزله عشان ده مهم جدا 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 في الفيديو. وطبعا المفروض نكون مختارين شخصيه من اللينك اللي فيه 100 شخصيه فيتيوبر اللي انا سايبها لكم في اول كومنت مثبت في فيديو بارت 1. هنختار اي شخصيه عشوائيه، وهنلاقي هنا علامه التنزيل دي هنضغط عليها. اول حاجه طبعا لازم تحصل في البرنامج ده، لازم نسجل دخول. هنسجل دخول عادي جدا، هنسجل يا اما بجوجل او فيس او اي حاجه، وبعدها هننزل الشخصيه، وبكده الشخصيه نزلت معانا. هنقوم نضغط على الشخصيه كده، هنضغط عليها، هيظهر لنا هنا البرنامج اللي احنا منزلينه، هنفتحه منها. اول ما يفتح طبعا هيحتاج ان احنا نفعل كل الاذونات بتاعته، فهنتك حسنا. استنوا يحمل، هيفتح معانا هنا، هنديله الوصول لكل الملفات، هنعمله هنفعله الخيار ده، خيار ولا طماطم كيو كيو كيو، المهم يعني. بعد ما نفعل الخيار ده هنرجع تاني، ودلوقتي هنلاقوا الملف الشخصية قدامنا، بصوا فيها كل حاجة تحريك وكل حاجة. فهنرجع تاني نتك ضغطة مطولة، وبعدها هنختار نسخ، هنضغط فوق في كلمة داونلود اللي تحتيها سهم، هنلاقوا هنا ذاكرة الجهاز، هنضغط عليها، هنختار خيار الاندرويد قدامنا كده. بعدها هنلاقوا فيها داتا، هنا بقى اهم خطوة جدا جدا، هنضغط على حسنا، وبعدها هيدخل على تطبيق الملفات علشان ياخد الاذن. بصوا بقى في هنا حالتين، ناس هيطلع معاهم هنا الملفات عادي ويضغطوا هنا هيلاقي العلامه دي زرقاء، هيلاقوا نفعت معاهم الملفات جت. واللي هينفع معاهم الطريقه دي هينتقل في الاقسام، انا سايبه لكم مقسمه لكم الفيديو، هيروح على اخر جزء بقى ازاي ان احنا نحط الشخصيه في البرنامج. لكن اللي مش هينفع معاهم الطريقه دي، انا جايبه لكم طريقه باذن الله هتنفع مع كل الناس، مفيش حد مش هتنفع معاه. ولو حصل وحد جه كده فاكتبوا لي في الكومنتات وانا هحل لكم مشكله باذن الله، فتابعوا معايا، والطريقه مضمونه وما فيهاش اي خطر على الجهاز. دي اول حاجه، هنروح ننزل البرنامج ده، وعمل ما ينزل هنروح نفعل خيارات المطورين. وما تخافوش بجد من الطريقه دي، هتبحثوا عن حاجه اسمها معلومات البرامج، او هتلاقوها في الاعدادات من هنا بالظبط. معلومات البرامج دي هندخل عليها، وبعدها هنلاقي رقم الاصدار، هنفضل نضغط كتير لحد ما يظهر لنا. هيطلبوا معانا الباسورد بتاع التليفون عادي جدا، هنحطه، وبعدها يشتغل معانا المطور. هنفتح البرنامج اللي احنا لسه منزلينه، هنضغط اقتران، هنفتح خيارات المطورين، طبعا احنا فعلناها خلاص. بعدها هنتك حسنا، هننزل تحت هنا هندور على تصحيح اخطاء USB، هنفعلها، وكمان هنختار تصحيح الاخطاء اللاسلكيه، هنضغط عليها، هنشغلها ونتكوا سماح. بعدها هنضغطوا على اكران الجهاز باستخدام رمز الاقران، هنضغطوا عليها، هيظهر لنا رمز، وبعدها هيطلع لنا فوق كده ادخل رمز الاقتران، هنحط الرمز ده فوق في 411623، هنحطه، وبعدها تكوا ارسال. كده تم الاقتران بنجاح، كده تمام. هنرجع تاني على البرنامج، هنرجع كمان مرة، هنتك هنا على بدء التشغيل، وكده معناه ان البرنامج اشتغل معانا كويس جدا. اخر حاجة هندخل على برنامج ZA Archiver، وهندخل على الاعدادات، هندخل على خيار روت اللي هو اللي قبل الاخير، هنختار اول واحدة اللي هو نوع الوصول الى العنصر، هنختار تاني واحدة. فعلوا معايا الخيارات دي زي ما انا بعملها بالظبط، هنفعل تاني خيار وكمان تالت خيار. وبعد ما نفعل الخيارات دي هنرجع نختار اندرويد، ونختار منه داتا، وهنتك سماح. بعد كده هنختارها ونلاقي كل حاجة فتحت معانا، والطريقة نجحت بسلالة. بعد ما عرفنا ازاي نفتحوا داتا في البرنامج، هنفتحوا فيتيوبر استوديو علشان نفعلوا كل الاذونات، اي حاجة تجيلنا نفتكوا عليها سماح، ونستنى لحد ما يفتحوا. كمان نعمله اثناء استخدام التطبيق، بيفتح اهو، وهنا برضو اثناء استخدام التطبيق وكده. واول ما يفتح هيجي معانا، هيظهر معانا بالشاشة دي، هنتك اوكي هنا. كمان هتجيلنا واحدة كمان هنضغط عليها اوكي، هنختار الشخصية من هنا، وهنلاقوا هنا شخصية موجودة في البرنامج ذات نفسه، شخصية مجانية هنختارها. ظهرت معانا الشخصية المجانية، بصوا بتتحرك ازاي مع حركة وشنا،
طب لو احنا دلوقتي عايزين نجيب الشخصية اللي احنا نزلناها نحطها في البرنامج، هنفتح التنزيلات من جوجل كروم، هنلاقي الشخصية اللي احنا لسه منزلينها، هنعمل نفس الخطوات ونفتحها من زد اي ارشيفر، ولكن المرة دي طبعا هتكون الطريقة نافعة. هتكها نسخ، هروح تاني نفس الخطوة، هروح الاندرويد، نفتح داتا، هندور على برنامج فيديو ستوديو، هنلاقي اسمه مكتوب، ايوه هو فوق اهو، هنضغط عليه، هندخل على فايلز وبعدها لايف 2 دي موديلز، بعدها هنعمل نسخ العلامة اللي تحت دي، هنتك عليها نسخ. وبكده الشخصية اتحطت في البرنامج. وتعالوا بينا نشوف، هندخل هنا على علامة الشخصية، الشخصية ظهرت تحت ازاي. هنضغط على الشخصية، هنتك اوكي. بصوا الشخصية كيوتة ازاي، عسولة قوي، بصوا الشخصية كيوتة ازاي بجد. خلاص يا عليها بتتحرك وتتكلم. طب تعالى دلوقتي بقى نفعل اذونات الكاميرا، هنلاقي علامة تتبع اللي فوق دي، هنضغط عليها كده، هو بيحفظ حركات الوش وكده. بس اتحرك ازاي، كيوتة قوي بجد، كيوتة جدا. دلوقتي علشان نعمل الحركات بتاعها لو هي شخصية معاها حركات، هندخل هنا على اعدادات الشخصية، على اعدادات الفيديو اللي هنا. طبعا الشخصية دي معاها حركات، فاول حاجة هنقفل الخيار اللي فوق واللي تحت خالص ونفعل اللي في النص. هنحط لكل حركة زرار، يعني هنختار الحركة الاولى 1، الحركة التالتة علامة الزائد دي نختار 2، وكل واحدة بالدور بقى نختار لها 3 4 5 6 7 8 لو في 8. ودلوقتي شايفين كده في زراير هنا شفافة، انتوا ممكن تختاروا اللون بتاعها. اول واحدة بصوا النضارة بتنزل ازاي، اوه لا لا دي كده النضاره بتاعتها. هنا بتمسك كيكه، واو بصوا الكيكه دي تاكلها ازاي، تاكل، بصوا تالت خيار بيخليها تاكلها، تاني تاكل الكيكه، تاكل كيكه. كيوتة قوي بجد وعسوله جدا الشخصيه دي. وهنا بتعيط، بتنزل دموع ازاي، استنوا كده خليها تعيط. ايه الكرنج ده، المهم يعني هنا بتخليها تعيط ازاي. طلع لها ودان ارنب. هنا عين سودا لكن واحدة مفجوعة. ماي جاد. مهم يعني ايه تاني، اخر خيار ايه، بصوا طلع لها جناحين ازاي. الشخصيه دي كيوتة جدا على فكرة، كيوتة قوي. ودلوقتي لو عايزين بارت 3 لازاي بنحط خلفية للشخصية وازاي بنتكلم عليها كده، وايه هو البرنامج اللي بنشتغل عليه للمونتاج، ولكن ده طبعا بعد ما ارجع من الاختفاء بتاعي. فقولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي هل الطريقة نفعت معاكم ولا لا. بجد انا عارفة ان انا طولت عليكم، لكن صدقوني انا تعبت جدا جدا في الفيديو ده، وبالذات ان انا اصلا المفروض ما انزلش حاجة تاني الفترة دي، اكون مختفية، ولكن عشانكم انتوا، عشان انتوا وصلتوني 1000 مشترك، وكمان عشان بحبكم جدا جدا جدا. وبس ما تنسوش لايك وفولو القناة علشان يوصلكم كل جديد يا شوية سكاكر.